نجم الاهلي يطلب الرحيل عن النادي الاهلي. هتقول لي مين هو؟ اقول لك قفشه. قفشه طلب الرحيل رسميا عن النادي الاهلي في انتقالات يناير. هتقول لي ازاي؟ تعال اشرح لك. قفشه بقاله سنه ونص قاعد دكه ما بيلعبش، وكان عنده امل كبير اللي هو ياخد فرصه مع يستروب، بس طبعا في وجود النجوم الكتيره في النادي الاهلي فصعب قوي قفشه يعني ياخد فرصه في النادي الاهلي. فتعالى اقول لك، هو راح للكابتن سيد عبد الحفيظ وطلب الرحيل رسميا، وجاي له عروض من ليبيا وجاي له عروض من الامارات وجاي له عرض الثالث من الاتحاد السكندري، طبعا نادي جمهوري، وهو عايز يقوي الخط الوسط بتاعه، فكان طالب محمد مجدي قفشه. فتعالى اقول لك، هو ما جالوش عروض من قطر او السعوديه لانه ما بيلعبش، لانه قاعد دكه. بس تعالى اقول لك، هو اي عرض للاعب حاليا هو في مصلحته هو، حتى لو ما كانش عرض قوي، عرض في مصلحته هو. ممكن يروح يلعب حبه في ليبيا او الامارات، يتشاف، يروح الدوري السعودي، يروح الدوري القطري. انما الاهلي دلوقتي صعب قوي على قفشه. مش صعب عشان هو امكانياته وحشه، بس صعب عشان الامكانيات اللي موجوده حاليا داخل النادي الاهلي هي اعلى من قفشه. انا اسف انا بقول كده، بس دي الحقيقه. يعني بن رمضان، امام عاشور، صعب انت تلعب على الناس ديت، مع ان قفشه في وقت من الاوقات كان هو البطل الخارق بتاع النادي الاهلي.